وزنك زايد ومش عارفة تخسي؟ جربتي طرق كتير ومش عارفة تخسي؟ طب ما تيجي تقولك على تجربتي وأقولك أنا خسيت إزاي ونزلت في الوزن. بس مبدئيا كده نسمي الله، وأحب أعرفكم بنفسي. أنا بسمة، ودي قناتي أكلات بسوم. هنستعمل حاجات كلها طبيعية ومن البيت. هنستعمل الزنجبيل، الليمون، الخيار ونعناع، ولا في أسهل من كده ولا أبسط من كده. هناخد الخيارة كده ونقشرها زي ما انتوا شايفين. وعايزة اقول لكم ان المشروب ده فعلا بينزل في الوزن، يعني هتلاقي جسمكم آلة لحرق الدهون. مش هتحتاجوا أدوية ولا أي حاجة خالص بجد. كل يوم المشروب ده هتاخدوه قبل ما تناموا هينزلكوا في الوزن. صدقوني بعد أسبوع مقاساتكوا هتتغير، وهترجعوا تكتبولي وتقولولي، علشان دي حاجة أنا مجربوها وحاجة أنا واثقة منها بأمر الله، وإن شاء الله تجيب معاكوا نتيجة زي ما جابت معايا أنا كمان نتيجة. هنقشر الخيار كده من القشر وهنقطعه كده، وهنقطع الزنجبيل أو الجنزبيل زي ما احنا متعودين نقول بالطريقة دي. في الوقت ده هنجهز الكبة أو الخلاط بعد ما نقطع الليمونة دي كده ل4 قطع، مش بنعصرها، هناخدها كده بقشرها. يلا بقى كده معانا في الخلاط، وهنضرب الكلام ده كله وهقول لكم هتعملوا ايه. خليكم معايا للآخر، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. هنضربها ضربة كويسة وهنعم الخليط ده كده كويس بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ايوه كده. تعالوا بقى نصفيه الكلام ده كله بالطريقة دي. هنصفيه، وزي ما قلت لكم هناخد كوباية قبل ما ننام. على فكرة العصير فعلا صحي وطبيعي ومفيد، يعني مش هيخليكي تاخدي أدوية ولا أي حاجة، وطبعا هتقللي من النشويات والسكريات على مدار اليوم. وصدقيني إن شاء الله هيجيب نتيجة معاكي. المشروب أنا مجرباه وماشية عليه لحد دلوقتي. ودي كانت وصفتي. دمتم في أمان الله.